السلام عليكم البنات واخواتي العجاز، كديروا لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير وان شاء الله صحة جيدة. اليوم جبت لكم طريقة تحضير خبزة معمر بالدجاج بالحشوة. كيجي المذاق رائعة وبنينة بزاف، ما غاديش تبعوا منها. ديروها وليداتكم العائلة والاحباب ديالكم، غادي تعجبكم هاد الفيديو. ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا جرس اللون احمر وخلوا لايك وابونوا. مرحبا بكم عندي في قناتي. اولا كنشكركم على الدعم ديالكم وعلى المشاهدات وعلى اللايكات. لا لختكم عليا، شكرا بزاف وبزاف. تبعوا معنا من الاول حتى الاخر. نخليكم المقادير وطريقة تحضير ان شاء الله. كنتمنى تعجبكم هاد الفيديو، ديروا اللايكات وبارطاجوا على الاصدقاء ديالكم العائله ديالكم الاحباب ديالكم. غادي نديرو طريقه. بسم الله، نبدا على بركه الله. غادي نبدا واحد العجينه اللي هي الاولى. عندنا الدقيق الابيض خطب خليط. عندنا كأس الحليب دافي، كأس ماء دافي، نص كأس زيت الزيتون، معلقة كبيرة ديال السكر تنودا، معلقة كبيرة ديال الخمرة ديال الفورية ديال الخبز، شوية ديال الملحة، البيضة. غادي نديرو الحشوة. عندنا الفلفلة أخضر مهم الألوان، عندنا جزر يعني خيو، الدجاج، زيت نباتية، البتلات، التوابل والقزبر والثومة. التوابل فيها فلفل أحمر، فلفل أسود، وملحة، وكزبر والملحة. غادي نخليكم المقادير مكتوبة ديال العجينة وحدة ديال الحشوة بوحدة وحدة. غادي نديرو الطريقة. بسم الله. اول غادي ناخذ البيض اصفر. غادي ناخذ الاصفر، غادي نخليها هي الاخيره ندهن بها الفوق منها. غادي نضيف ناخذ جلافه. درنا كاس الحليب والماء وبيض البيض، زيت الزيتون، معلقه كبيره ديال السكر تنودا، معلقه كبيره ديال الخمرة الفوريه مع شويه ديال الملح حتى بالذوق. غادي نخلط كلهم جيدا ونخليها شويه، نرجع معكم ان شاء الله. غادي نضيف الدقيق حسب الخليط ديال الخليط. انا درت هنا 6 ولا 7 على حسب الخليط باش تجمع. المهم البنات غادي نجمع بشويه بشويه حتى تجمع العجين ديالنا. تكون عجينه خفيفه البنات، ماشي خفيفه بزاف، المهم شويه. انا ما درت انا 7 ديال الدقيق باش تكون عجينه رطبين وخفيفه شويه، ما تكونش جاريه. تعرف انا الجلافه درتها كامله. درت انا كاس الحليب وكاس ديال الماء دافي، درت علاش فيها 7 كيسان. صافي غادي نجمع الخليط بهاد الطريقه. كتلاحظ معنا التوره. صافي بارك عليها. غادي ناخذ العجينه وغادي ندلكها مزيان بهاد الطريقه. واخا كتبان لكم كتنتق شويه، غادي نضيف فيه شويه ديال الدقيق. هانتوما كتلاحظوا معنا التوره. ندلكها بشويه بشويه حتى تجمع العجينه. واخا كتبان لكم كتنتق. صافي بارك عليها. غادي نحطو على ديك الجلافه وغادي نضيف زيت نباتيه ولا زيت عاديه، وغادي نغطيها غطاء بلاستيك. نخبوها الجيفه، نخليها حتى تحمر شويه، نرجع معكم تاني. دابا كان البرد ماشي سخون حال، كل واحد عندكم الجو كيف داير عندكم. حنا عندنا البرد بزاف. صافي غادي نديرو الحشوه. درنا البتله، زيت نباتيه، الدجاج درت على حسب كمية قليلة، والثومة. صافي حطيتها على البوطة، خليتها تحرق شوية.
من بعد درت التوابل كما قلت لكم، فلفل اسود، فلفل احمر، تكون جبر، ملح، تكون كركم والقزبر. غادي نضيف فلفل اخضر احمر، حتى ما عنديش انا اصفر، انا كيعجبني اصفر، عفوا اخضر احمر. الا عندكم اصفر ديروه. خرج ما خليتها تحر مزيان، تطيب مزيان، نرجع معكم ان شاء الله. صافي البنات، غادي ناخذ كما قلت لكم البيض اصفر خليتها، غادي نضيف شويه ديال الحليب، الخل، ولا ممكن تعوضي الحليب. صافي غادي ناخذ العجينه، كيجي خفيفه ورطبين. غادي ندير كورات، انا درت انا طد ديال الكورات، نتوما على حسب، بغيتي ديروها كبار، بغيتي ديروها صغار، ديروها اختياركم. انا درت انا تا باش ندير 3 د الخبيزات صغار، يعني متوسط ماشي صغار. صافي غادي ندير كورات، وغادي نخليهم ترتاح 5 دقائق. من بعد غادي ناخذ وحده، غادي ندير بوحده وحده وحده، وغادي نديرها مدلك على الشكل الدائريه. انتم كتلاحظوا معنا الصوره، تكون عجينه شويه ماشي رقيقه بزاف، شويه بهاد الطريقه. صافي غادي درنا الطاوه ندهنو بها شويه ديال الزيت، غادي درنا عجينه ودرنا الحشوه، غادي نديرو شويه ديال الفرماج. نتوما ديروا فرماج مربع، حيت انا ما عنديش فرماج مربع، الا درت فرماج مربع كيجي مذاق زوين، انا درت انا قليله. صافي غادي نجيب واحد العجينه اخرى نغطيها فوق منها، انتما كتلاحظوا مع الصوره، وغادي نديها الجوانب. صافي غادي ناخذ العجينه اخرى، بقات لي وحده، هي ثلاثه. نفس الطريقه الاولى درنا الحشوه، شويه ديال الفرماج، وغادي ناخذ العجينه فوق منها، وغادي نقفلها جوانب نفس الطريقه الاولى. هذه هي الخبز معمر ديال الدجاج، كيجي رائع جدا. صافي درنا البيض اصفر وشويه ديال الخل، وغادي ندهن بها فوق منها شويه ديال الجنجلان يعني التمتم. صافي غادي ندخلها شويه غير تخمر شويه، وندخلها في الفران. من بعد دخلتها الفران، من بعد خرجتها من الفران عفوا، تحمرت مزيان.